أهلا وسهلا بكم بمطبخ خبز عروق. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا، وخلونا لايك. اليوم راح نسوي الهمبرجر، وأطيب حتى من الهمبرجر اللي ناكله بالمطاعم. المكونات كلش بسيطة وسهلة. راح نحتاج طبعا انتو الكمية حسب اللي تريدوها. راح احتاج اني نص كيلو لحم مفروم، هذا يكفيني 4 قطع همبرجر. عمو تعرفون من تسوون. نص كيلو لحم مفروم يكفينا 4 همبرجر قطع، بس شوية كبار مو صغار. وراح نحتاج بابريكا، هاي كمية، ملعقتين مات كوب. راح نحتاج فلفل اسود، ونحتاج ملح، وراح نحتاج الى جوزة الطيب رشة من جوزة الطيب، نخليها كمية يصير الطعم مر، رشة من جوزة الطيب. وراح نحتاج الى ملعقة صغيرة من الكمون والدارسين. واكيد راح نحتاج الى ثوم. الثوم تريدون تستخدمون ثوم طازج وتهرسوه بالهراسة، او تريدون تستخدمون ثوم بودرة. وراح نحتاج الى دهن كلش دهن سائل. راح نحتاج زيت من راح نعجن بيها العجينة مالت الهمبرجر. هسه رايكم الطريقة. راح نضيف المكونات: بابريكا، واذا ما متوفر عندكم ثوم مهروس، وهذا فلفل الاسود. وراح نضيف هسه الزيت. اهم شي الزيت، نعجن بالزيت عمد من نقليها او نشويها تبقى هيجي هشة مو يابسة ومطيبة. راح نضيف المكونات: بابريكا، وهذا الملح، جوزة الطيب والكمون والدارسين، واذا ما متوفر عندكم ثوم مهروس، وهذا فلفل الاسود. وراح نضيف هسه الزيت. اهم شي الزيت، نعجن بالزيت عمد من نقليها او نشويها تبقى هيجي هشة مو يابسة ومطيبة. ضيف الزيت اني تقريبا نص استكان شاي. هسه اعجنها زين، اعجن بيها. طبعا اذا تريدون تضيفوا لها البهارات الجاهزه للهمبرجر فهاي براحتكم. راح اعجنها بعد، بس حسيت اراد لها بعد زيت، راح اضيف لها ملعقه طعام كبيره اللحم المفروم. وهذا قالب هو مات همبرجر، اذا ما متوفر مو مشكله يعني، بس هو ترى سعره كلش مناسب بالاسواق وموجود. وراح نحتاج الى بصل براحتكم الاضافات تصير. وراح نحتاج الى دهن سائل وفرشه. هاي بعدين من راح نشوي بيها تقدر على الكابسه على الشوايه الهمبرجر. راح نحتاج انه نمسحها، نشوي البصل والفطر والطماطة، واخير شي راح نشوي الهمبرجر عمود يبقى حار من نضيف له الجبنه وناكله مباشره. وهذا القالب مالت الهمبرجر غلفته بكيس نايلون. هيك صارت شكلها وراح نشويها. افضل شي من نسوي الهمبرجر لازم تكون متوفرة عندنا مثل هاي الشفرة اللي قاعدين نشتغل فيها الهمبرجر بهاي الصورة. هاي طريقتين نفتح بيه الهمبرجر، كيفكم بعد انتم براحتكم. واكو موديل ثالث مال همبرجر. الموديل الثالث بالهمبرجر فتحنا همبرجرايه وخلينا هسه بيها جبن، وراح ننزل عليها طبقة فوقها. هاي اكثر شي المطاعم الامريكية تسويها، يعني صارت طبقة مات همبرجر وبالنص جبن وفوقها طبقة مات همبرجر. بس نشويها، نضيف لهم زيت مثل ما قلت لكم. راح نحتاج نضيف زيت كل همبرجرايه من نشويها عم تصير يابسه وما